ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده كشري اسكندراني. عدس اهو، ورز وشعريه وبصل وشوربه ماجي. هو عامه العدس ما فيهوش شعريه، الكشري الاسكندراني ما فيهوش شعريه ولا بصل، بس انا ايه هزوده من عندي انا تكات، فخليكم معايا اعمله لكم. فجوزي بيقول لي انا عاوز اكل كشري. قلت له تاكل كشري اسكندراني ولا كشري مصري؟ قال لي هو في كشري اسكندراني كشري مصري؟ قلت له اه. قال لي كمان انتوا سميتوا الكشري والحاجه دي باسامي مصر واسكندريه وكده. قلت له والله ده هو الموجود، انا كبرت على كده. فهنحط الزيت معاكم اهو كده زي ما انتم شايفين، وهجيب حته سمنه بلدي. تمام كده، هوطي على الحله بس عشان ما تنحرقش كده زي ما انتم شايفين. وايه، واخرط البصله كده كره صغيره. هي احمرها يعني ايه، اشوحها كده، ما ترميش ولا حته بصله. تمام كده، واقلبه بقى ايه البصل كده، نشوح البصله. معلش عشان المعلقه بتاعتي بس معلقه السيليكون باظت مني، فايه مرضتش ايه اعمل بيها. فهستنيكي تشوحي كده البصله بنفس الطريقه دي كده. لما تصفر معاكي هتنزلي ايه بالشعريه، حمريها بالطريقه دي كده. فجوزي بيقول لي ايه، وحتى كمان سميته الكشري باسامي البلاد. قلت له كل بلد ليها اكله معينه ولها تفاصيل اكلهم معين يعني. تمام، فقال لي ماشي اما اشوف. فانا هعمل لكم النهارده بقى ايه حاجات جديده، يعني تكات جديده ان شاء الله تعجبكم، فجربوها والله العظيم هتعجبكم. وشجعوني بقى ودوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودوسي لايك بقى يا قمر وشجعيني كده ان انا اعمل لك وصفات جديده حلوه قوي والله، وتكات جميله ان شاء الله القناه تعجبكم. فقبل ما الشعريه تحمر هجيب لكم ايه نولع على الصلصه. هنعمل لها صلصه. تمام، هولع معاكم اهو كده، وهنزل بشويه زيت وايه ومعلقه توم. هنقلب بس البصله عشان ما تنحرقش مننا كده. والثوم اهو احطه هنا بالصلصه بتاعت الكشري. تمام، وهنزل دلوقتي بالشعريه اهي، هي احمرت كده اهي يعني خدت اللون، مش يعني ما احمرتش. هنزل بالشعريه كده احمرها كده. تمام كده، حمريها كده اهي بنفس الطريقه دي. هقلب هنا اهو، هقلب التومه واحط لها حبه ملح وحبه فلفل اسود اهو. تمام، واقلب كده، مش هخليها تحمر معايا عشان ما تمررش وتبقى ايه مش حلوه كده. حمري الشعريه كده وايه، اكون موضبه الصلصه اهي ضربها في الخلاط، وهي قلبت ايه الشعريه كده مع البصل لحد ما الشعريه تحمر. اكون انا موضبه الرز وغسلاه موضبه جنبي، واروح هنا اقلب ايه التومه بتاعت ورجعت لكم تاني يا حبايبي اهو. معلش احمر اهو التومه نفس الطريقه دي. هي كده ايه انا مش عايزاها تحمر جامد كده. ادي التوم بس، وهنزل بالصلصه كده. ورجعت لكم تاني يا حبايبي اهو. معلش والله كان في مشكله في الكاميرا، فانا رجعت لكم تاني اهو. والشعريه كده احمرت اهي تمام. معلش يا حبايبي مني. احنا هننزل بالرز كده زي ما انتم شايفين، وايه والصلصه اهي بتتسبك.
تمام. تقلبي كده، تنزلي بقى بالملح، شوربة الماجي اهي، وحبة ملح صغيرين عشان ايه ما تحدقهاش. شوحي كده الرز مع البصلة كده، وانا غالية المية اهي في الكاتل. هتزودي كده زيادة عن الرز بشوية، تمام. المعلقة سقطت مني، هسيبها كده. هزود كمان شوية عشان ايه العدس اللي انا هحطه، بس انا مش هحطه دلوقتي. لما يبتدي الرز يبتدي يشرب شوية هنزله عشان العدس ما ينهريش، تمام، عشان انا مبحبوش مهري. فدي معلومة ايه جديدة. فهنغطي كده وايه، وهنسيب التخديعة تتسبك وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهو يا حبايبي. كده الرز اهو غلي اهو، هنوطي عليه وهنحط العدس، نوطي عليه كده وبدأ يشرب اهو. اوطي عليه وهنزل بالعدس كده. انا غاسله العدس، يعني ايه كوبايه رز كوبايه عدس، عدس اصفر، تمام. وهننزله بيه كده. الرز مغسول واحنا حطينا الملح والحاجه بتاعته، وهنوطي، احنا وطينا، تمام. في حبه عدس محطيتهمش في الطبق اهو. وهعدل الحله عشان بتجري مني كده، وهنغطي عليه كده اهي. والتخديعه هنا اهي بتتسبك، وانا ايه هروح احمر البصل وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ورجعت لكم تاني اهو يا حبايبي. هنشوف الرز الكشري كده كده اهو، هنقلبوه. هو كده استوى، تمام. هدوقه بس، تحفه كده، تمام. انا مش عاوزه الرز يبقى ايه الكشري اسمه ايه العدس، مش عايزاه يبقى مهري، تمام كده. وهنطفي عليه وهنروح نقلب الصلصه بتاعت الكشري. هي لسه اهي، لسه ايه هتبتدي تتسبك. احط لها الملح والفلفل والكمون. انا كنت حاطه لها حبه ملح في التومه. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت الكشري الاسكندراني و... وسلقت بيض وحمرته كده وعملته اهو. وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشجعوني ان انا ايه اعمل لكم فيديوهات تاني، وبحبكم.